السلام عليكم. حلقة أولى من برنامجكم تقرب إلي. تقرب إلي هو الله سبحانه وتعالى يريد من العبد دائما يكون قريب إليه، حتى لو يكون العبد عاصي، حتى لو يكون عنده سيئات كثيرة، لا يئس من رحمة الله سبحانه وتعالى. أريد نفكك بهاي الحلقات شنو العلاقة اللي بين سبحانه وتعالى وبين العبد. شوف تاريخيا الحضارات الإنسانية كلها، الحضارات الإنسانية اللي هي أكثر شيء طبعا في وادي الرافدين، في بلاد فارس، الصين، الهند، اليونان، مصر، كلها لقوا فد مشترك غريب، انه بكل هاي الحضارات قد ما يكون اكو قصر، قد ما تكون اكو مدرسة، لكن دائما اكو معبد، اكو علاقة عمودية بين العبد وبين سبحانه وتعالى. لأن هذا العبد يحتاج الله سبحانه وتعالى، يحتاج الوجود، كما قال فولتير الفيلسوف الفرنسي: لو لم يكن هناك إله لوجب أن نوجد إله، لازم يكون أكو إله. هذا الإحساس بالاطمئنان وإحساس بالراحة، إنه أكو سند عظيم خلفك. هسه قد الإنسان في أحيان يمر بمصاعب، يمر بمشاكل نفسية، بحالات إنه يبتعد عن سبحانه وتعالى، لكن يرجع. وبالحديث القدسي إنه سبحانه وتعالى يحب العبد الآبق، العبد المجرم المنحرف، إنه يرجع له ويتوب إليه أكثر ما هو العبد يريد هذه التوبة. بحيث يقول شلون واحد يكون عطشان ويجي يلقى مي، شلون واحد مبتعد عن أهله وهو يريد يرجع لأهله ويحس بالشوق لهم. سبحانه وتعالى يحبنا أكثر ما نتصور. في لقاء مع أحد الملاحدة، وأنا عندي لقاءات كثيرة مع الملاحدة في داخل وخارج العراق في القارات الخمسة، قال فد كلمة كلش لطيفة، كلمة حق. قال: شوف دكتور، أنتم كمسلمين، هو طبعا كان مسلم وطلع بعد، هو ما يعامل نفسه جزء من يمنا، يقول: أنتم كمسلمين عندكم في شيء كلش لطيف، إنه أنتم عندكم الهب، الأمل، عندكم أمل إنه أنت أكو آخرة، أكو شيء حساب وكتاب وأكو ملتقى. يعني يقول هذا الشعور اللي من كنت أنا مسلم، إنه أنا راح أموت هسه، شعوري من كنت مسلم إنه أنا راح ألتقي بأمي وأبويا والأحباب اللي راحوا قبلي. أما الآن أنا ما عندي أمل، لأنه هم عندهم بأنه من يموت بعد هاي راح يصير تراب وانتهى، نسيا منسية. ترى هذا الشعور كلش بغيض، كلش بغيض، بل هو الشعور بالظلم اللي موجود، والحياة هي عبارة عن ظلم مستمر. الكثير من هذا الوجع والألم اللي يصير عند الناس، خاصة الناس المقهورة المظلومة، طبعا الإسلام وسبحانه وتعالى ما يقبل على المستضعفين إنه يكون مظلوم وأنا راح يأخذ حقي. الله لا، أنت المفروض تأخذ حقك بالدنيا مع الاستطاعة طبعا. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. المهم أنت الدين هذا الإجرام، لكن إنه أنت أكو موجود إله راح يأخذ حقك، وهذا الظلم يعني كله يتلاشى بعدين. هذا شعور كلش لطيف، لأنه احنا شفنا ودا نشوف إنه أكثر الناس تموت ظالمة أو مظلومة، أو مثل واحد يعدم له ملايين الناس ويؤذي الناس حتى لو ينعدم مرة واحدة. هو أخذوا حق الناس المظلومة المقهورة؟ أكيد لا. العدالة تقتضي أكو محاكم أخرى، خاصة إذا عرفنا أنه هذا الكون بهالهندسة العجيبة الغريبة، وهذا مو موضوعي، أنا شارحه في كتبي هذا الموضوع، أنه هاي هندسة الكون العجيبة الغريبة تقتضي أن يكون وراها حاكم عادل، مهندس عظيم. وهذا المهندس العظيم من يكون عظيم، كل واحد عنده حكمة، ولابد يكون حكيم. اللي عنده حكمة حقيقية يجب أن يكون عادل. والعدالة تقتضي أنه إحنا أكو محاكمة لما بعد هذه الحياة، وهذه المحاكمة يقوم بها عادل، فنحن ننام مطمئنين أنه بعد الموت راح تكون عدالة. فنريد نتقرب إلى الله، فتقرب إلي. خلينا نشوف إحنا شلون راح نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا لكم، إلى الملتقى في حلقة قادمة.